السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الانظار اليوم كامل راها تشوف المنتخب الوطني راح يلعب مع الارجنتين. المهم جبت لكم موضوع راه شاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عند محبي المنتخب الوطني الجزائري. البروفيسور لوط بوناتيرو خرج لنا بتصريح جديد وتوقع فوز المنتخب الجزائري الليلة ضد المنتخب الارجنتيني. وكالعاده التصريحات تاعو جات بين في تقسمت عند الناس، كاين اللي صدقوه وكاين اللي ما يصدقوهش، كاين اللي يشوف باللي هذه مجرد توقعات ما عندها حتى علاقه بالواقع. وهو قال باللي كاين عوامل، بوناطيرو قال باللي كاين عدة عوامل تخلي المنتخب الوطني يحقق نتيجة إيجابية اليوم ضد الأرجنتين. أول سبب ذكره هو أن المباراة جت في أول يوم من شهر محرم، وهو يوم مبارك عندنا ويوم مبارك عند المسلمين، وشاف باللي هذا عامل معنوي يقدر يكون في صالح المنتخب الجزائري. ثاني سبب هو الأحوال الجوية. حسب راي بوناطيرو الظروف المناخية راح تكون مناسبة أكثر للاعبين مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى. وزاد قال باللي اللعب في الليل يساعد المنتخب الوطني باش يكون اون فورم ويقدر يلعب وتكون درجة الحرارة منخفضة، خاصة أن اللاعبين هذو متعودين على الأجواء الليلية والحضور الجماهيري الكبير. تصريحات تاع بوناطيرو انتشرت بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت التعليقات بين المؤيدين والمعارضين. البعض قال باللي التحضير الجيد والتركيز هما اللي يجيبوا النتيجة المليحة، وماشي التوقعات الفلكية ولا الحسابات الأخرى ولا السحر ولا الشعوذة. بالمقابل كاين ناس ومنهم أنا فرحنا بهذا الكلام وتفائلنا به وشفنا باللي فيه الخير على المنتخب الجزائري، وزادنا حماس من للجماهير. تصريح اللاعب فارس اللي عبر على ثقته في المنتخب وقال باللي اللاعبين راهم داخلين المباراة بعزيمة كبيرة، وإن شاء الله يحققوا الفوز ويفرحوا الشعب الجزائري. هذا الكلام رفع معنويات الأنصار، والمباراة تعتبر خاصة أن المباراة تعتبر من أقوى المواجهات أمام منتخب عالمي بحجم الأرجنتين. المنتخب الجزائري اليوم راح يكون قدام تحدي كبير. اكيد احنا عارفين القدرات تاع المنتخب الارجنتيني والنجوم اللي يلعبوا فيه مثل الصاعقه ميسي، لكن كرة القدم ما فيها حتى شيء مستحيل. شفنا منتخبات كبيرة تهبط وتسقط قدام منتخبات كانت أقل منها على الورق، ولكن فوق الميدان كل حاجة تتلعب هذاك النهار. الجماهير الجزائرية اليوم متفائلة بزاف، وكما قال بوناطيرو اليوم مبارك دعينا فيه كامل للمنتخب الجزائري. ما كانش عائلة ما دعاتش اليوم، ما كانش ما دعاتش اليوم، دعينا أكثر من اللي دعينا في الباك والبيام. كاين اللي صدق توقعات بوناطيرو ويشوف باللي الخضر راهم قادرين يديروا المفاجأة، وكاين يعتمد فقط على أداء اللاعبين والخطة التكتيكية للمدرب. الشيء المؤكد هو أن الجزائريين كامل راهم يدعوا باش نربحوا اليوم. في الأخير واش رايكم انتوما؟ تتوقعوا النجاح ولا تتوقعوا الفشل؟ تتوافقوا مع توقعات بوناطيرو وتعتقدوا باللي المنتخب الجزائري الوطني راح يفوز الليلة على الأرجنتين، ولا تشوفوا المباراة راح تحسم فقط بما يقوم به اللاعبون فوق أرضية الميدان؟ خلونا تعليقاتكم، خلونا تشجيعاتكم، خلونا دعوة من قلبكم للمنتخب الجزائري. ادعموا لي الفيديو باللايك والاشتراك، وإن شاء الله نفرحوا كامل من نتيجة إيجابية للخضر. تحية الجزائر، نتلاقاو مور ما تخلص المباراة إن شاء الله. هذا مجرد رأي فقط.